المصارعه والكوره وجهان لاول واحد. هتقول لي ايه يا ابو علو الشبه؟ الاثنين سكريبت. هشرح حوار الاثنين سكريبت ده فيديو تاني مش مهم دلوقتي. هنعرف في الفيديو ده مين احسن واحد يمثل منتخبه في كاس العالم. هنمشي في جروبات، جروب اي وبي وسي والحاجات بتاعت الكوره دي. هنعرف انا اخترت مين احسن واحد يمثل منتخبه في كاس العالم. ممكن بعد كده نعمل فاريشن من الفيديو ده ان احنا نكمل بقى بجد كاس العالم، مش مين يكسب الثاني بتاع كده، سواء في 2K او هنا. فلو عجبكم الفكره قولوا ان نكمل الفكره دي، ولا مش عاجبكم الفكره ما تقولوش حاجه. يلا بينا نبدا. يلا بينا نبدا. غالية بلدنا علينا وهتفضل في علينا ومدام المجموعه ايه فيها المكسيك وجنوب افريقيا وكوريا الجنوبيه والتشيك. المكسيك سهله جدا، مفيش احسن واحد يمثل المكسيك غير ري ميستيريو. معانا في جنوب افريقيا جاستن جابرييل، كان بيلعب في NXT، ما اعرفش بطل امتى، بس انا لما دورت مين احسن كده فجالي ده فانا اخترته. وكوريا الجنوبيه جيل كيم دي انا ما افتكرش فيها اي حاجه غير ان هي كانت بتلعب في الديفا وكانت بتلعب ضد واحده كبيره سودا كده. ما افتكرش اي حاجه عنها، بس هي دي الوحيده اللي اعرفها من كوريا الجنوبيه. انا ما قعدت ادور على التشيك مين حتى اصوله تشيكيه ما لقيتش، فلو حد عارف يقول في الكومنتات. جروب بي في كندا والبوسنه وقطر وسويسرا. كندا انا اخترت كيني اوميجا، كندا فيها ناس كويسه كتير بس انا اخترت كيني اوميجا. والبوسنه ما اعرفش ما فيها حد، وعملت سيرش لقيت واحد ما اعرفوش برده فالسكيب بوسنيا. قطر عندهم اتحاد الحمد لله، ممكن نعرف ادور على الناس هناك، بس انا اخترت احسن واحد فيهم بالنسبه لي كلاسي علي. وسويسرا سهله جدا، سيزارو هو احسن واحد في سويسرا. جروب سي عندنا البرازيل، المغرب، هايتي واسكتلندا. البرازيل عندنا جاينت سيلفا كان بيلعب زمان في اليابان وفي WWE والWWF والحاجات دي. وفي المغرب عندنا ايميلي دياب، فرنسيه مغربيه كانت بتلعب في NXT UK. وهايتي معانا هايتي كيد. واسكتلندا معانا الملك درو ماكنتاير. جروب دي فيها امريكا، باراجواي، استراليا، تركيا. امريكا ده اكتر حاجه ديبيتابل عشان هي اللعبه بتاعتهم يعني، بس انا اخترت واحد بس عشان هو بالنسبه لي احسن مصارع السنه دي MJF. ما لقيتش اي مصارع معروف جنسيته باراجواي. استراليا ريا ريبلي. تركيا ما لقيتش حد، بس لقيت حد اسمه يوسف اسماعيل كان بيلعب في ماديسون سكوير جاردن، لعب فيها مره ما اظن حاجه كده. جروب اي عندنا المانيا، كوراساو، ساحل العاج، الاكوادور. المانيا الجراند امريكانو، لودويج كايزر، ما فيش حد في كوراساو ولا ساحل العاج. الاكوادور بابلو ماركويز، ستيفاني فوقتير. جروب اف في هولندا واليابان والسويد وتونس. هولندا كانت سهله بالنسبه لي، مالكاي بلاك، الستر بلاك، واليابان انا ما قدرتش اختار مين احسن من الثاني، ايو سكاي ولا ناكامورا، شينسكي ناكامورا، بس انا اقول ناكامورا عشان ولد يعني. والسويد عندنا فرانك اندرسون. وللاسف انا ما لقيتش حد اعرفه في تونس، ممكن يبقى في حد بس انا قد كده، تونس قد كده وانا قد كده، واخد بالك يا مؤمن. الجروب المحبب الى قلبي جروب جي، في بلجيكا ومصر وايران ونيوزيلندا. انا سالت شات GPT مين في مصر بيلعب مصارعه حلو، قال لي مفيش. قلت له طرشاش. بالنسبه لي برنس احمد احسن واحد يمثل مصر، لانه لسه محافظ على الجيميك الفرعوني ولعنه الفراعنه ان هو هيل بسبب الفراعنه، حاجه كده في جيميك حلو وراه. فانا بالنسبه لي برنس احمد احسن واحد يمثل مصر. وايران ايرون شيخ وات ايفر. ونيوزيلندا توني ستورم مقفل على المجموعه دي خلاص. جروب اتش في اسبانيا والراس الاخضر والسعوديه والاورجواي. اسبانيا عندهم اتنين قويين جدا، كين واكسيوم. انا اختار كين الصراحه، اكسيوم لسه بدري عليه. والراس الاخضر ما لقيتش اي حد اعرفه. والسعوديه وده كان اصعب بجد اختيار كل المنتخبات او البلاد. فتواصلت مع حد خبير مصارعه في السعوديه مش هقول اسمه، بس هو دلوقتي بياكل حاجات جلوتين فري. وهو قال لي احسن واحد يناسبنا او يمثلنا، احسن واحد يمثلنا هو احمد شو. قلت له ازاي؟ شرح لي بقى ازاي. عايزين تعرفوا ازاي؟ روح اسالوه. مفيش حد في اورجواي لقيته. جروب اي في فرنسا، السنغال، نرويج والعراق. انا الفرنسي الوحيد اللي اعرفه بيلعب مصارعه كان هو اندريا داجاين فانا اخترته. والسنغال ما اعرفش حد في السنغال. والعراق جنرال عدنان. والنرويج لقيت حد اسمه بيورن شونسونز ايفر ثور راجناروك. الجروب اللي بعديه فيه الارجنتين والجزائر والنمسا والاردن. الارجنتين عندهم شبيه اندريا داجاين اللي هو كان بيلبس بتاع كده كانه تايتن. وما للاسف ما لقيتش حد في الجزائر. لو عارفين حد في الجزائر قولوا لنا في الكومنتات. النمسا طبعا جونتر. ولقيت حد في الاردن وقع مع WWE اسمها شادية بيسيسو. جروب كي في البرتغال وكونغو واوزبكستان وكولومبيا. البرتغال كيلر كيلي. مفيش حد في الكونغو ولا مفيش حد في اوزبكستان او كونغو اعرفه. وفي كولومبيا ما اعرفش غير واحد بس بيلعب في الانديسين اسمه جورج. جروب ال في انجلترا، كرواتيا، غانا وبنما. انجلترا اخترت في كرواتيا اخترت وسنا. وغانا
كوفي كينغستون. هو فعلا غني، انا ما اعرفش، بس انا مصدق ان هو غني، وما لقيتش حد في بنما. وبكده نكون خلصنا الفيديو. لو عجبكم الفكره ان احنا بجد نعمل كاس عالم ونشوف مين هيكسب التاني، او مثلا نخش في ديبيتس معاكم، او نحولها ل 2K نلعبها يعني، قولوا لنا في الكومنتات لو دي فكره حلوه ولا لا. اشوف وشك بخير يا ناس. انا عيني منك وروحي فيك، روحي فيك وبحبك وهموت عليك، هموت عليك، ما تسيبنيش محتاج لك.